اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. النهارده بقى هنعمل مع بعض. هي مش تجربة بالنسبة لي ان انا عملتها قبل كده كتير، لكن عشان ابين لكم ان الست اللي قاعدة في مصر تقدر تعمل زي الست اللي قاعدة في الفلاحين بالظبط، حتى لو بأقل الامكانيات. زي ما انتوا شايفين معانا 3 اكياس لبن، طبعا دول كانوا في الفريزر وطلعتهم يفكوا زي ما انتوا شايفين كده، وهفضيهم من الاكياس وهنطلع منهم حاجات حلوة جدا بجد. مش هتبطلي تعمليها في البيت وهتملي بيتك كله خير وحاجات جميلة قوي، ومش هترمي ولا نقطة من اللبن ايا كان الكمية اللي انت تعمليها. فضينا كده 3 كيلو لبن زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله لازم تجيبيه لبن جاموسي، يكون من مكان مضمون ان هو يعني خيره كويس، مش هنقول بخيره قوي يعني، بس يكون فيه خير شوية زي ما انت شايفة. لو تقدري طبعا تجيبي من مكان يكون بتاع المنبع بتاع اللبن يعني تجيبيه. فاهماني؟ يا رب تكونوا فاهمين. هنبتدي نفضيه زي ما انتوا شايفين كده، ونسخن الفرن ونطفي النار، يعني نولع الفرن شوية ونطفي النار بتاعة الفرن بتاع البوتاجاز او فرن الخبيز براحتك، وتحطيه في حلة ألمونيا او في طبق بلاستيك، بس ما تكونش سلستيه، يعني يا ألمونيا يا بلاستيك، ويكون ليه غطا محكم، وتحطيه في قلب الفرن لمدة يومين. تمام. بعد يومين بقى زي ما انت شايفة كده النتيجة اللي قدامك دي، بعد يومين هنشوف كده النتيجة قدامنا هتبقى ايه. انا بوريكم ان اللبن بخيره، ولازم زي ما قلت لكم تجيبيه من مكان مضمون ويكون الغطا بتاعه محكم، حاجة بلاستيك بغطا براحتك خالص، وتحطيه زي ما قلت لك لمدة يومين. لو انتي شفتي الفيديو لحد دلوقتي اعملي لي لايك وشير، وكمان كومنت حلو منك كده يسعدني، وما تنسوش الاشتراك في القناة. اهو بوريكم لازم الغطا يكون محكم عليه حلو قوي. بعد يومين، بعد 3، اهم حاجة المكان يكون دافي علشان يخمر معانا اللبن ده ونطلع منه الحاجات اللي عسل القمر اللي احنا هنطلعها. بعد يومين طبعا كشفت الحلة، لقيت طبقة قشطة ما شاء الله، رحت مطلعاها. طبعا دي مش في المقطع، دي الطبقة التانية. وبعد كده رحت سايبة اللبن كمان يوم ورحت مطلعة منه الطبقة دي. يعني 3 كيلو لبن طلعولي ازيد من نص كيلو قشطة، ازيد من نص كيلو قشطة. دي كانت المرة اللي قبلها طلعت برضو زي ربع كيلو كده او اكتر، والمرة دي برضو نفس الشكل زي ربع كيلو طلعتهم. انا ما وزنتش، بس هو المعيار بعينيا اهو. تبتدي تطلعي بالراحة، طبعا اول طبقة بتبقى متماسكة شوية، لكن للأسف المقطع ده معايا اتمسح، اعذروني. الطبقة التانية بتبقى ايه يعني متماسكة بس مش قوي. تمام. بتطلعي لحد ما تاخدي كل القشطة اللي على وش اللبن بتاعك، وبعد ما تاخدي القشطة اللي على وش اللبن تجيبي شاشة حلوة عندك كده جميلة كده نظيفة. تمام. وتروحي دلقة فيها اللبن اللي راب بقى، يعني خدنا الوش بقى تحتيه لبن رايب. ممكن تستعمليه لبن رايب وتضربيه في الخلاط، وممكن كمان زي ما قلت لك تعملي لبن وتضربيه في الخلاط مع عصرة ليمونة وسنة ملح صغيرة خالص، يبقى معاكي احلى لبن رايب. دلوقتي انا هعمله جبنه، مش هعمله لبن رايب. هبتدي زي ما انتوا شايفين كده اللي انا اعصره واحطه في مصفى وتحتيه الحله، هيصفي كل ميته. طبعا لو عندك حصيره ممكن تحطي على الحصيره زي البلاد بالظبط، الارياف. لو ما عندكيش هنتعامل باقل الامكانيات اللي موجوده عندنا في البيت، شاشه ومصفى، وتحطيها فيها وتحطي عليها حاجه تقيله تصفي ميتها لمده يوم 24 ساعه اهيت. تمام كده. هنحط عليها حاجة تقيلة تكوني حاكمة الربطة حلوة قوي. انا عندي اتفتحت الربطة زي ما انتوا شايفين، ربطتها تاني
وحطيت مليت حاجة عندي فيها مية وحطيتها عليها تقيلة، حاجة تقيلة عليها. لما تصفي المية بتاعتها لمدة يوم زي ما انتوا شايفين ادي النتيجة قدامكم. ممكن تحطيها بقى، ممكن تدوريها في قلب الشاشة زي ما انا كده رحت مدوراها بالشكل ده، بس انا كمان استعجلت عليها. المفروض لما كنت دورتها في قلب الشاشة اسيبها كمان يوم، فانا استعجلت عليها ووريتها لكم. بس قشطة، جبنة قريش قشطة. يبقى احنا كده طلعنا القشطة، هنعمل منها الزبدة هتشوفوها معايا. طلعنا الجبنة القريش قشطة، جبنة بخيرها مش زي الجبنة اللي احنا بنشتريها من بره. الجبنة دي بخيرها، مش متاخد منها خيرها، تحسي بطعمها قشطة، بتاكلي قشطة. يلا جربي الطريقة بتاعتي ديت، سهل جدا وبقلل الامكانيات الموجودة عندك في بيتك. تعملي تطلعي الجبنة القريش وتطلعي القشطة وتعملي كل الحاجات الحلوة من كمية لبن صغيرة خالص. دلوقتي القشطة هي زي ما انتوا شايفين انا حطيتها عندي على رف التلاجة، لاني كان عندي زي كمان ربع كيلو ازيد مجمعة من وش اللبن. كان اللبن يغلي عندي، اخد الوش عبيته في قلب علبة وابتديت حطيته على القشطة بتاعتي وهبتدي اضربها. تضربي بايدك شغال، تضربي بمضرب شغال، اللي يريحك خالص. انا هضرب الاول بالمضرب اهو زي ما انت شايفة كده حبيبة قلبي، يعني ربع ساعة 10 دقايق ربع ساعة بالكتير قوي تكوني طلعتي النتيجة الحلوة اللي انت هتشوفيها دلوقتي. بعد ما اضرب كده زي 5 دقايق بالمضرب لونها اتغير معايا. بصوا عملت ازاي، هي كده خلصت بقت زبدة؟ لا طبعا كده مش زبدة. هنبتدي بقى بايدينا كمان 10 دقايق كده، تقلبي بايديكي، قلبي قلبي. انا نقلت في طبق كبير شوية ما شاء الله، لما ضربتها زادت معايا اكتر زي الكريمة كده بالظبط. تبتدي بقى معاكي تفصل الشرش بتاع الزبدة عن الزبدة كده، تكون معاكي احلى زبدة. تقدري تجربي بكمية صغيرة وبعد كده تلاقيها نجحت معاكي تجربي بكمية كبيرة. انا عملت قبل كده بكمية كبيرة وعندي الحمد لله، فحبيت ان انا اعمل لكم على الكمية الصغيرة عشان لو حابة تعملي في متناول ايديكي. كيلو اللبن ب15 ب20 ايا كان المكان اللي انت فيه، مش هيكلفك كتير بس هيطلع معاكي كيلو الا ربع بالظبط زبدة. كيلو الا ربع زبدة ب140 وب150، احسبيها بقى هتلاقي انت وفرتي كتير ومليتي بيتك خير. الشرش بتاع الجبنة مش هنرميه والشرش بتاع الزبدة مش هنرميه،